القران الأخيران الذي استهدف الأول صوب الشامية في الناصرية والثاني شارع الحبوب وسط المدينة ليؤكد على ما يبدو من مخاوف الناس وليزعزع ما تبقى من ثقتهم بالإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية المتمثلة بقطع الطرق الرئيسة وغلق مربع المدينة الحيوي وزيادة عدد السيطرات داخل المدينة. هذه الإجراءات واجهت انتقادات المواطنين داعين إلى إيجاد خطط بديلة عن هذه الخطط التي لم تحد من عمليات المجاميع الإرهابية. متأذين من الازدحامات، لا تقول الخطة الأمنية بها حظ ويكظون شوية من الازدحامات، مثلا يكظون شغلات هاي نقولي والله مأذينا من الازدحامات ويقطعون السير ومن السير يعني ماكو شيء نتيجة قوية يكظون بها، بس الزحام على الخالي بلاش. السيطرات بكثرة صحيح، وهذه احتياطات احترازية هي ضد يعني تأمين للناس يعني أكثر شيء، لكن هي مأثرة على أصحاب المهن اللي تريد تعيش يعني بالنسبة للسواق. الصبات اللي خلونا اياها هنا بالشارع، يعني احنا هاي المحلات هاي العالم منها تقريبا من بداية شارع 20 نهايته للدويرة. هاي العالم انقطعت ارزاقها. يعني كل مسؤول كل المدراء الامنيين ما عنده بس يسد الشارع، كل شيء ما يعرف نايم عنده اهله يخابر يسد الشارع وهاي الناس ماكلته هنا. وتشير الإدارة المحلية في ذي قار إلى وجود بعض الثغرات في الخطط المعدة من قبل الأجهزة الأمنية داعية المواطنين إلى التحلي بالصبر تجاه الخطط والإجراءات الأمنية. الوضع الأمني الآن في هذه الفترة الحمد لله وضع أمني جيد. بلا شك هناك هذه الخروقات التي حدثت بالفترة الأخيرة تؤشر إلى بعض الثغرات. الخطط الأمنية الحالية اللي موجودة تلافت بعض الثغرات اللي موجودة وهي أيضا متلاحقة ومتواصلة. بلا شك هذه لها بعض السلبيات قد تؤثر على المواطنين. نتمنى على المواطنين أن يكونون يعني متحملين لهذه التبعات. ورغم تأكيدهم على دعمهم للقيادات الأمنية الجديدة في المحافظة إلا أن أعضاء في مجلس ذي قار انتقدوا آلية تعيين القادة الأمنيين من قبل مكتب القائد العام مشيرين إلى أن الخطط الأمنية ما زالت روتينية وغير فاعلة. مع دعمنا لقائد الشرطة الجديد، لكن هناك ملاحظات حول هذه التغييرات لم تكن مدروسة، لم تكن بدراية وحنكة واسعة من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة. كذلك لدينا ملاحظات حول الخطط الأمنية التي تعتمد فقط على قطع الشوارع دون الاعتماد على الخطط الأمنية المدروسة. وقد شهدت مدينة الناصرية عصر اليوم انفجار سيارتين مفخختين تسببتا بجرح 12 شخصا إصابة بعضهم حرجة، ولم تتمكن الحرة من اللقاء بمدير شرطة ذي قار للاستيضاح عن إجراءاتها الأمنية وملابسات انفجاري اليوم. بين انتقاد المواطنين لها ومطالبة المسؤولين بالصبر عليها، تبقى الخطط الأمنية تدور في إطار فلكها التقليدي دون أن يطرأ أي تغيير نوعي عليها. من مدينة الناصرية أحمد السعيدي، الحرة. أعلنت